في فترة ما كده وقعت وقعة بسيطة، بس كانت نتايجها غير بسيطة. حصل لي كسر، والكسر خلاني قعدت في البيت اكتر من شهر ونص. كان ليها شوية عواقب كده بس عدت. انا فاكرة وقتها الدكتور كان بيقول لي انزلي بس خلي بالك ما تتخبطيش. بس اللي انا فاكراه كويس ان انا اكتشفت ان الناس بتمشي تخبط في بعض. دي كانت حاجة انا ملاحظاها جدا، مع ان انا كنت يعني حاطه ايدي في شياله وكده، بس انا كنت باخد كميه خبطات لدرجه كان ممكن حد يضربني على دراعي اللي هو ناحيه الكسر. فوقتها كنت بقعد افكر، طب ما هو الاحتكاك بالناس نفسه دايما بيخلينا نخبط في بعض. طيب انا كنت عايزه انزل، فانا اتحملت الخبطات، بس بصراحة من بعدها بقيت بحرم ان انا اقع اي وقعة، لان الوقعة يعني كانت بفورة. انا لو طالعة الرصيف بطلع على مهلي، لو طالعة السلم بطلع على مهلي، بقى عندي فوبيا كده شوية. واكتشفت ان انا عموما في حياتي بقى عندي نفس الفوبيا من التعامل مع الناس. بقيت ان انا بحب اتعامل معهم بحذر اكتر، لا نخبط في بعض ولا نضايق بعض ولا نتكلم كلام يضايق بعض. خلينا نتعامل بحدود، خلينا ناخد بالنا قوي من الناس اللي بنتعامل معاهم.